أهلا بيكم في قناتي شيك كرتون. ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. الصبح على الصبح يا ولية، واقفلي الشباك الجو برد. اجري يا ولا ابوك صح. استنوا، آخر الفيديو هيكون في سؤال أو فزورة، واللي هيقول الإجابة الصح في التعليقات هنقول اسمه الفيديو الجاي إن شاء الله. يلا بينا. فكري معايا يا زئرد هنعمل ايه يا بنت متنحة كده ليه؟ ما تقولي. هقولي يعني يا بازوكا، كده بابا مش هيوافق. خلاص هنقول لماما وهي اللي تقنعه. يا سلام، ده ممكن يطردنا احنا وماما. بلاش تعقدها يا زئردة، هنحاول ونشوف. افتكر ان قلتلك بلاش يا بازوكا. هننادي ماما ونشوف هتقول ايه. ماشي، ندها ونجرب. يا ماما، ست الحبايب يا حبيبة عايزة يا ولا؟ انا بجهز الغدا مش فاضية. كنا عايزينك في موضوع مهم يا ماما. موضوع مهم؟ خير يا ولا. بصراحة كده يا ماما عايزين ناخد دروس. ما انتوا رايحين جايين على الدروس طول السنة يا بازوك. لا يا ماما افهمينا. افهم ايه يا بيت؟ يعني اخترع مواد تانية عايزين تاخدوا فيها دروس؟ عايزين مدرس خصوصي يجينا البيت يا ماما. دول بياخدوا فلوس كتير قوي يا ولاد. ما هو يا ماما المدرسين ما بيشرحوش كويس في المدرسة، والدروس بره بتبقى زحمة قوي يا ماما، ما بنعرفش نفهم كويس. يعني انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ عايزينك تقولي لبابا. ما اقدرش اقول له يا بازوكا، ده ممكن يكسر البيت علينا. عشان كده خايفين نقول له يا ماما. عشان خاطرنا يا ماما، مستقبلنا هيضيع. لا يا قلب امك، الا مستقبلكم. انا هقول له واللي يحصل يحصل. ربنا يخليكي لينا يا ماما. ست الحبايب يا حبيبة. اعمل لك كوبايه شاي يا ابو العيال. كوباية شاي إيه؟ أنت عايزة تصد نفسي على الغدا؟ هو انت نفسك بتتسد على الاكل ابدا؟ قل أعوذ برب الفلق. يوه، خايفني احسدك؟ ده انا بضحك معاك يا راجل. لا ما تضحكيش، لما بتضحكي بعرف إن وراك مصيبة. اخرتها تقول لي كده يا ابو العيال؟ وانا اللي عشت عمري كله شايله همكم. خلاص يا ولية، قلب الضعيف لا يتحمل. قولي لي عايزة إيه، ربنا يستر من طلباتك. العيال يا زغلول. مالهم العيال؟ أكلين شاربين نايمين. المشكله اكبر من كده، العيال عايزين ياخدوا دروس، مستواهم ضعيف قوي. أمال طول السنة بياخدوا إيه يا ولية؟ دول دفعوني دم قلبي. افهمك، العيال عايزه تاخد درس خصوصي في البيت. يا خرب بيتي، انسي الموضوع ده خالص. ده انا حارم نفسي من كل حاجة عشانكم، حتى الجلابية الوحيدة اللي عندي واخدها من باقي فرش الكنبة. يا اخويا فك الكيس شوي. زي القطط بتاكلي وتنكري. قومي يا ولية من هنا. عشان خاطر يا زغلول، مش عايزين نقف قدام مستقبل العيال ويشيلوا مننا. انا مش هزعلك عشان بينا عشرة كبيرة، بس العيل اللي هيجيب درجة وحشة هيتحرم من المصروف لمدة شهرين. معاك حق يا اخويا، كده يستاهلوا اللي يجراله. اضحكي لي ضحكة حلوة بقى، اصل ضحكتك بترد روحي. يا راجل ما تكسفنيش. نغم، ضحكتك نغم. انا هروح بقى اقول للعيال وافرحهم. ماشي، وخلوهم يكلموا المدرس عشان اتفق معاه على المصاريف. حاضر يا زغلول. عايز العب معاك يا بازوك؟ لا، انا هلعب مع اصحابي. لو ما لعبتش هقطع الكرة دي نصين. خلاص ما تزعليش، هخليكي تلعبي. هاي، بعدين تلعبوا وسايبين المذاكرة؟ يا ماما هنلعب شوية صغيرين. خلاص انسوا موضوع الدروس الخصوصية دي خالص. احنا اصلا عارفين ان بابا مش هيوافق على موضوع الدروس ده. مين اللي قالكوا كده؟ ابوكوا بيحب البخل بس بيحب مصلحتكوا اكتر من اي حاجة. حلاوة، ربنا يخليكي لنا يا ماما انت وبابا. ابوكوا قال اللي هيجيب درجة وحشة هيتحرم من مصروف لمدة شهرين. يلا كلم المدرس عشان ابوك عايز يتفق معاه على المصاريف والمواعيد. حاضر يا ماما. الو. الو. انا بازوكا يا استاذ مصلحي. اهلا يا بازوكا، عايز ايه؟ عايزين ناخد درس خصوصي انا واختي. فرج الله. ماشي يا حبيبي. كنا عايزينك تيجي البيت تتفق مع بابا. هوا
اقصد ربع ساعة كده واجي، استناني في الشارع لاني معرفش البيت. حاضر يا أستاذ مصلحي. خلاص أنا كلمته يا ماما. جاي امتى يا ولد؟ ربع ساعة وجاي، هستناه هنا وانتوا روحوا يا ماما. ماشي، خلي بالك من نفسك يا بازوك. حاضر. سطلنا سطلنا لنا سطلنا. أنا مفروض أحترف في الكورة. اهلا يا بازوكا، معلش اتأخرت عليك كتير. اتأخرت إيه يا أستاذ؟ أنت جاي بعد 5 دقايق. يا ابني اصلا انا كنت في قريب من هنا يعني. ماشي يا أستاذ مصلحي، اتفضل معانا، بابا في انتظارك. النهارده هنتغدى بس ونتفق ولا هدرس لكم؟ اتفضل معايا بس وقول لبابا اللي انت عايزه. يلا بينا. الأستاذ مصلحي جه يا بابا. قول له يا ابني يتفضل. اتفضل يا أستاذ. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. يلا يا بازوكا، وصلنا على كوبايتين شاي بسرعة. حاضر. اتفضل اقعد يا استاذ. انا بقول نخلي الشاي بعد الغدا احسن. خلينا في المهم يا استاذ، والغدا يبقى بعدين. اهم حاجة عايزين نعرف هتاخد كام في الحصة. وهو كذلك. احسب لك حسبة للجوز ولا للفرد؟ جوز ايه وفرد ايه؟ هم حمام يا استاذ. قلت ابسطها لك يعني. عايزينك تبسطها في الفلوس، مش تقول لي جوز وفرد. انا هعمل معاك الواجب عشان هشتغل بالجوز. تاني؟ انت بتشتغل فرارجي ولا ايه؟ هات يا ولاد ميه، دي الاستاذ ده شكله زور. طول بالك، زورت ايه؟ ده انا بضحك. يا وقعة بيضة. طب دقيقة بس وجايلك. اتفضل. يا بازوك، نعم يا بابا. انت يا ابني متأكد ان ده مدرس؟ طبعا، ده أشطر مدرس عندنا. هو حصل حاجة؟ يا ابني قاعد يقول لي جوز وفرد. أصل روى حمام وفراخ يا بابا. طيب المفروض يجي يترسم كده يحسسنا ان هو مدرس مهم. معلش يا بابا، هو بيحب يكون بطبيعته، أهم حاجة النتيجة. خلينا ورايا يا ابني لما اشوف اخرتها ايه. يا اهلا يا اهلا. احسب لنا الجوز يا سيدي زي بعض. انا هعمل معاك الواجب عشان خاطر بازوك. ايوه، عايزينك تعمل الواجب وزيادة. هاخد على الجوز 400 جنيه. الحالة صعبة يا استاذ مصلحي، خلوهم 300. انا كنت هقول 500 بس عملت الواجب معاكم. طب وعشان خاطر ابو بازوكا؟ خلاص يبقوا 350. ماشي يا استاذ، وليك عند كل اول شهر تاخد ال 350 وفوقهم بوسة. الشهر ايه؟ انا بتكلم على الحصة ب 350 جنيه. بتقول ايه يا مصلحي؟ اسمي الاستاذ مصلحي. جاي تخرب بيته واقول لك كمان يا استاذ؟ هي الدروس الخصوصية كده. ما انتوا لو بتشتغلوا بضمير العيال مش هتحتاج دروس خصوصية. لا مش عاجبني، وهتدرس للعيال في الشهر ب 350 جنيه. عاجبك ولا مش عاجبك؟ انت بتتحدانا يا زغلول؟ اسمي المعلم زغلول. ابقى قابلني. هنشوف يا مصلحي. استنوا ما تمشوش. سؤالنا النهاردة، هل الأستاذ مصلحي هيوافق يدينا درس ولا لأ؟ اللي هيقول الإجابة الصح في التعليقات هقول اسم الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.